حطموها نفسيا وسابوها متدمره، صرخة وجع من فنانه اتعرضت للخيانه، اصيبت بالشلل. الفنانه الجميله لقاء الخميسي وظهور بملامح صادمه، حالتها صعبه جدا واهلها اللي حواليها مرعوبين عليها. رقص ودان صدمت الكل لما طلعت في برنامجها وقها معوج وعينيها مقفوله. رقص ودان صاحبه الطله الجميله خرجت في لايف وكانت محطمه، حاله انهيار كامل، قالت كلام يوجع القلب. سبب في حالتها دي خاطر وضغط نفسي طالوها للحاله السيئه دي. ردت لقاء سويدان ملات تشويه وحسد من اقرب الناس ليها، طلعت في لايف في برنامجها قها معوج وعينيها مقفوله، قالت ان مرضها خطير، ممكن اصابتها بالعمى، طب اصابتها بالعصب السابع اللي مش عارفه نهايته ايه. الدنيا اتقلبت بعد حلقات. رقص ودان قررت ان هي تفضحهم، تكشف نفاق الصحبه والاصدقاء امام الجميع. قالت بكل جراءه وايمان، قالت لن ولم انكسر بوجعي ومرضي. وظهرت في اللايف قالت اصابني الحسد والضغط العصبي، شياطين الانس اللي بيظهروا في حياتنا. في ناس كتير نصحوها اختفاء وراء الكاميرا، لكن لقاء سويدان اختارت مواجهه الكاميرات. قالوا ان الاعلاميه ريهام سعيد شمتانه فيها وشمتانه في مرضها. ده حلقه لقاء سويدان قالت ريهام سعيد كتبت ربنا رجع لي حقي. ده مش صحيح، لان ريهام سعيد دعت لها وقالت لها بالشفاء العاجل، ادعوا لها معايا بالشفاء العاجل والصحه والعافيه، ان تعود لها صحتها شكلها كما كانت، ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقما. من فضلكم